جاب مريول في خريطه المغرب. انا نقول لك انا نلعب الخريطه نتاع بلادي، شنو المشكل؟ وين الخريطه هذيك هي صاير عليها اشكال. فوالا المغاربه من نقول لك مريول والخريطه راه مش اول مره نلبسوه في مقابلاتنا، واللي صار راهو تدخل سياسي في الرياضه ويعاقب عليه القانون. بركان تقول لك هذاك موجود دونك باش يتعاقب اليوسما ونتعداو احنا بالقانون. انا نقول لك انا نلعب الخريطه نتاع بلادي، شنو المشكل؟ وين الخريطه هذيك هي صاير عليها اشكال. فوالا ماتش مبرمج البارح في الجي، ذهاب نصف نهائي كاس الكاف. الماتش هذا ما تلعبش، والسبب هو ازمه المريول هذيا اللي بدات من نهار الوصول الى الجزائر. من المطار الجزائريه رفضوا باش يدخلوا مراو البركان اللي يلعبوا بهم الماتش، خاطر فيهم خريطه المغرب، مش ضربوا المغرب كاو الخريطه. ولهنا الفيرسيون الرسميه للجزائريين حسب الاذاعه الجزائريه. مش ممنوع في الكاف والفيفا انك تلبس مريول فيه رسائل سياسيه؟ رساله سياسيه والا لا. انا نقول لك انا نلعب الخريطه نتاع بلادي، شنو المشكل؟ وين الخريطه هذيك هي صاير عليها اشكال. فوالا نذكر اللي في وقت سابق زاد اتحاد جده كان تذكر امين ما حبش يلعب لاسباب سياسيه في ايران وقت بسبب التمثال الموجود على حافه الملعب. الاتحاد الاسيوي وقتها عاقب سبهان الايراني وخسروا 3 بلاش واعطاوا 3 ماتشوات خارج ميدان. اي في الحاله هذه شنو باش يصير؟ يمشي كيما تعدى في الاتحاد الاسيوي ويتعدى في الكاف، يقول لك الجزائريه هما اللي ما خلونيش ندخلوا مراولنا بسبب سياسي وغيره. معقده الامور شويه، يعني كل واحد يقول لك انا عندي الحق، من بعد الكاف هي اللي باش تفصلها وبرمجوا في ذات اخرى وتقول لهم راني تلعب مريول ما فيش رسائل سياسيه. وشكون قال لك؟ يقول لك انا شنو علاش تقول لي رسائل سياسيه وانا ما عندي حتى شيء، عندي خريطه في بلادي. خير ما يتخلاك هيك. اي نقول لك انا ذاك مش رساله سياسيه، ذاك قلت لك معقده. اوكي عندك الحق. ازمه بعد رفض امتعه الفريق البرتقالي في مطار هواري بومدين في العاصمه الجزائريه، والسبب هو انه القميص الرسمي كان فيه خريطه المغرب. رئيس الفريق المغربي حكيم بن عبد الله قال لوسائل اعلام انه اخبر مسؤولي الاتحاد الافريقي رفضوا اي نقاش في الموضوع، وقال وقتها لا مباراه بدون القميص اللي موجود عليه الخريطه الكامله للمملكه المغربيه. من جهته المدير الرياضي لنادي اتحاد الجزائر توفيق قريشي قال انه صار توفير بدلتين بنفس المواصفات الاصليه من لون الى اسماء اللاعبين، وتم وضعها في غرف الملابس نتاع نادي نهضه بركان اللي رفض النزول إلى أرضية الملعب. موضوع ما زال يحسم بعد في أروقة الكاف. موضوع أسال الحبر هذا نهاية الأسبوع وإياد قبيلة كان يحكينا على الوحدة المغاربية. دونك في الإطار هذا زاد هما زوج دول الجوار. الفيفا لا يمنع استخدام أجزاء تكون موجودة في مريول الفريق عندها علاقة بالدرابو ناسيونال وإلا ريبريزونتاسيون دو لا كارت، هذا خريطة البلاد لا يمنع. المعطى الثاني فإنه نهضة بركان تحصل على لومولوغاسيون نتاع المريول نتاعو من